السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال على اجمل المتابعين. النهارده يلا بينا هنبدا كده روتين حلو مع بعض ومشجع جدا. قبل اي حاجه النهارده عايزه لايكات كتير على الفيديو النهارده، ويلا بينا كده نشوف النهارده هنعمل ايه. لان عايزه اقول لكم بصوا بادئه معاكم كده فيديوهات شباب بتاعت زمان بقى كلها تشجيع وحماس وطاقه ايجابيه. حبايب قلبي واخواتي يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدا روتين قوي جدا يا جماعه. بصوا عايزه تشجيعات النهارده من نار. عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما ابدا الفيديو. الناس الكتير اللي بتقول لي يا شروق الاشعار بتاعك مش بيوصل لنا، ان انت لما تيجي تنزلي فيديو مش بيوصل لنا اي اشعارات خالص. حبيبه قلبي الغي الاشتراك ورجعي تاني اشتركي عشان خاطر بعد كده الاشعار هيجي لك اول ما انزل الفيديو تعرفوا ان انا نزلت فيديو. حتى الناس اللي بتقول لي يا شروق ما بيجيليش اي حاجه غير ما ادخل واشوف القناه عندك انت نزلتي فيديو ولا لا، وبلاقي ان انت نزلتي لكن ما جاليش اي حاجه. وزي ما بقول لك لكل الناس اللي ما بيجيلاش اشعاراتي الغي الاشتراك ورجعي تاني اشتركي عشان يوصلك كل جديد. تمام، يلا بينا بقى كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. هنا بقى الراجل كان لسه جايب لي السجاد، طبعا حطوه بره قدام باب الشقه لان انا طبعا ما عرفتش بقى ان انا افتح له، فقلت له سيبوا لي بره. وبعد ما نزل خد الاسانسير واتسحب فتحت الباب ودخلت حاجتي. تمام، طبعا السجاد والمشايات يعني بصوا جايين في وقتهم اللي هو بصوا الوقت الصح. هنا بقى دخلت على الريسبشن عندي. طبعا زي ما انتم شفتوا كده احنا الفتره دي بعمل تنظيف كده عميق للشقه كلها. ولكن بصوا شايفين نضاره ام كلثوم النضاره دي انا كرهتها والله العظيم. بصوا ما بقتش البسها اصلا خالص، بقيت ارميها كده في الشقه والعيال بقى هم بيلعبوا بيها ويلبسوها كل شويه. المهم هنا بقى جيت كنت بقول لكم ايه، الفتره دي انا ماسكه الشقه كده كلها بصراحه بعمل لها تنظيف عميقه. لان انا يعني قلت بقى كده لا مش هينفع. وكمان حماتي جايه تقعد عندي شويه، لان عايزه اقول لكم ناس كتير جدا بتسال عليها شروق انت ليه مش بتصوري معاها، انت مش بتروحي لها ليه؟ انا بروح لها وبروح عند حمايه وبنشوف بعض وكل حاجه، وبروح عند امي واهلي وناسي كل حاجه بعملها. ولكن مش شرط ان انا افتح الكاميرا، مش عشان ان انا ما بصورش يبقى انا ما بشوفهمش او ان انا يعني ما اعرفهمش، لا خالص. ولكن برضو حماتي هتيجي تقعد برضو شويه معايا لان هي يعني عارفين تغيير جو بس كده مش اكتر. كمان عايزه تشوف احمد وتطمن عليه ويعني تدعي له بقى كده ببركتها. فيعني الحمد لله ربنا يطمنا عليه يا رب، اللهم امين. قلت بقى ايه ارتب الشقه ونظبط الدنيا لان برضو ما ينفعش حماتي ما يصحش يعني تيجي والشقه كلها تضرب تقلب. وانتوا عارفين ان انا يعني الحمد لله كنت بنظف كده برضو في المطبخ وبنظفت في اوضتي جوه في اوضه البنات، عملت شويه تغيير وشويه حاجات برضو كده ايه يعني عارفين زي ما شفتوا كده. وانا طبعا يعني شاركت معاكم كل حاجه وبشارك معاكم كل حاجه انا بعملها بصراحه، حتى لو كانت مشتريات او خروجه او روتين في البيت. انا اخدت خلاص ان انا يعني ابقى معاكم كده دايما وانتوا تبقوا في حياتي ومالين عليا كده الدنيا كلها. والله ربنا اللي يعلم، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه كبيره في حياتي. الناس اللي بتكلمنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك يا شروق مش عايزينك تتاخري علينا في تنزيل الفيديوهات، عايزينك كده دايما معانا اول باول. بصوا يعني بجد الناس دي خايفه عليا جدا والله. حتى اكتريه التعليقات يا شروق ما تهمليش قناتك، الشغل اللي انت عملتيه والاسم اللي انت عملتيه وتعبتي فيه سنين كل دوت يعني حرام برضو انت تضيعيه على الفاضي. لازم تخلي بالك من شغلك ومن قناتك تستمري فيها اول باول. هو برضو يا جماعه برضو ده يعني اليوتيوب عيبه انك انت ما ينفعش تهمليه او تتاخري عنه خالص، هيوقعك خالص. وكمان الاشعارات اللي المفروض ان هي تروح للناس لما اجي مثلا انا انزل فيديو ما بيروحش لحد، فده برضو غلط يعني. ده برضو يعني مضر جدا. انا عن نفسي والله ببقى انا عارفه ان ده شغلي وكل حاجه، بس انا ببقى حابه لما اجي اطلع لكم او اصور فيديو ببقى عامله حاجه، ببقى عارفين ما اعرفش اطلع كده ان انا يعني اعمل اي حاجه في اي حاجه وخلاص وهو يبقى مش عارفه يعني. انا بصوا مش عايزه اقول لكم طبعا اليوتيوب مليان حاجات كتير جدا، مليان يعني محتويات مفيده وفي ناس تعرفي تخشي تتفرجي عليها. عارفين انا كده احب لما اتفرج على حاجه يعني تفيدني زيكم بالظبط. انتوا عايزين تشوفوا شروق كده يعني، عايزين نشوف شروق زي ما اتعودنا. شفتوا بقى معايا المساحه الموب اللي انا اشتريتها دي، عايزه اقول لكم حلوه جدا. ده اول استخدام ليها بصراحه جميل، كخامه كماتيريال يعني كتنظيف لا حلوه قوي بصراحه. تمام، هنا بقى دخلت عندي على النيش عشان افضيه. فانتوا بقى بتحبوا تشوفوا شروق النشيطه القويه اللي بتحمسنا اللي بتدينا طاقه ايجابيه. حماقي عارفين انتوا كمان والله بتدوني طاقه ايجابيه واحلى تشجيع. كفايه بس التشجيع النفسي، عارفين اللي هو الدعم النفسي ده اكبر من كل شيء. فده اللي بيخليني دايما ان انا استمر في المحتوى الكويس اللي انا فيه، اللي انا بقدمه، اللي انا بعرف اوصله للناس ازاي. بس انا ده اللي انا يعني النقطه اللي انا
عايزه اوصلها لكم. انما انا لو حابه ان انا اطلع اعمل اي حاجه تانية عشان اطلع لكم ويبقى اسمي ان انا بنزل فيديوهات وشغاله، لا خالص، مش عايزه اصدر اي طاقه سلبيه خالص. عايزه الحاجه اللي انا بقدمها تكون طاقة إيجابية. حتى لو بصوا عارفين طلعنا كده اتكلمنا واتدردشنا، برضو بنتكلم وبندردش في حاجة كويسة وحاجة مفيدة. طبعا الفيديو اللي فات عجبكم جدا، وجوجيتي بقى جانا ورتال، يعني بصوا عارفة ان انتوا دايما بتحبوهم وتحبوا تسمعوا كلامهم، وتحبوا برضو أحمد، وبتحبوا تشوفونا يعني، وتشوفوا عيلتي كلها وبتحبيهم. فده كله والله على دماغي وعلى راسي من فوق، ربنا يا رب يخليكم ليا. وزي ما انتوا شايفين بقى، بصوا عايزة اقول لكم النيش دوت انا من ساعة ما جبته وانا بصراحة يعني ما كنتش بفتحه خالص، ولا طلعته ونضفته ولا مره. فقلت بقى النهارده امسكه كده وانضفه وافضيه الاول، وافضي كل الكاسات اللي فيه، لان طبعا عايزه اقول لكم الازاز والكاسات وكل حاجه كانت فيه مليانه تراب. فانا كل ما بمشي كده في الشقه بصراحه ببقى عايزه كل يوم والله انزله، واقول لا النهارده انا ورايا مش عارفه اعمل انا نازله رايحه فين، طب النهارده مش عارفه ايه، وكنسله كل مره. قلت لا ما ينفعش، تعالى بقى انت النهارده كده. رحت طبعا نظفت كده حوالين الريسبشن الاول، والركنه كانت عندي مفتوحه اللي هي السرير، فقفلتها وشلت كده اي حاجه كانت موجوده مطرح مثلا العيال لعب، اي حاجه جايبينها من اوضتهم جوه رمينا في الصاله. انا بخليهم يشيلوا يا جماعه كل حاجه والله، بينظفوا معايا وكل حاجه. ولكن يعني بصوا عارفين هم برضو عيال بيحبوا يلعبوا، هو انت مش هتأيديهم، ولكن برضو في نفس الوقت نخليهم برضو يعتمدوا على نفسهم، ان هم يلموا حتى على الاقل الحاجه اللي هم بيبهدلوها هم ينظموها ويرجعوها تاني مكانهم. انا مش هضحك عليكم واقول لكم انا عيالي شطار وهم بيعملوا كل حاجه من نفسهم وبتاع، لا طبعا ده انا روحي يعني. بصوا مش قادره اقول لكم اللي بيحصل. وبرده عايزه اقول لكم تنظيفاتهم غير تنظيفاتنا، يعني انت لما بتنظفي بايدك غير ما هم مثلا بيكروتوا ومش بيكروتوا، احنا بنسميهم هم بيكروتوا، لكن هم كل يوم بيلعبوا، كل يوم بيرجعوا الحاجه تانية مكانهم. زيك انت مثلا كل يوم بتطبخي، بتعملي اكلك، بتغسلي المواعين بعديها بعد كده، فده نظام، ده حياه كده هم ماشيين عليها فكلنا كنا اطفال وكلنا كنا بنجري وبنبهدل. فيعني الحمد لله، ربنا يا رب يخليهم ويهديهم ويهدي لكم انتوا كمان يا رب كده اولادكم، ويرزقكم يا رب بالذريه الصراحه لكل المشتاق. وزي ما شفتوا كده معايا بالفوطه اللي هي بتاعت جرينوي اللي انا شاريه منها المساحه برضو. عايزه اقول لكم الفوطه التراب وفوطه الازاز بتاعت المرايات حلوه جدا، بتخلي معايا الحاجه بصوا بتبرق والله العظيم، من غير بقى لا بليدج ولا جلانس ولا اي مواد كيميائيه خالص. هنا بقى زي ما انتم شايفين طلعت كل النيش ورصيته عندي على السفره، ووسعت بس كده جنب عشان خاطر اجيب الطبقين اللي انتم شايفينهم دول، طبق اشطه فيه وطبق تاني احط فيه صابون وشويه خل. الخل ده برضو يا جماعه بيساعد معايا ان يخلي الرغوه تقل، ما تبقاش الرغوه كتير وتضايقني في التنظيف وتضايقني في الكوبايات بقى. تمام. رحت جايبه الفوطه دي عشان طبعا اصفي عليها كل الكاسات بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا رصه النيش بتاعي، هو صغير ومحندق كده عادي، ولكن انا برضو بحب ان انا يعني ارص كده الرصه كلها تبقى كاسات. انا طبعا عندي الطقم بتاعي اللي هو الصيني، والطقم اللي هو البايركس والاكو بايركس والحاجات دي كلها، ولكن انا برضو بحب النظام الشكل اللي هو يبقى كاسات كله. عايزه اقول لكم الاطقم بتاعتي برضو انا شايلاها فوق المطبخ خالص. انا طبعا عامله المطبخ بتاعي لحد السقف، يعني ايه الارفف اللي فوق دي انا بستخدمها، ولكن مش سايباها فاضيه خالص، لا مخليها مثلا الحاجه اللي انا يعني مش عايزه تتشاف دلوقتي او ان انا مش هستخدمها دلوقتي، زي الاطقم اللي انا بقول لكم عليها دي. تمام. يلا على طول بقى كل الاطقم الكاسات دي شطفتهم كويس جدا. عايزه اقول لكم على حاجه، ان التقومه دي الحاجه الوحيده اللي يعني معايا كده من جوازي. تخيلوا لما انا كنت بجهز حاجتي ومش عارفه ايه، فالحاجات دي والله جميله جدا وبتفكرني كده بايام زمان. كانت الشقه بتاعتي كلها رمادي، فانا الكاسات بتاعتي لما كنت باجي اشتريها او اي حاجه بشتريها رمادي، حتى الكاسات شوفوا. فانا كنت فعلا بحب اللون ده جدا، فقلنا بقى نغير برضو ونجدد كده من كل حاجه احنا بنعملها. زي ما انتم شايفين صفيت عندي الكوبايات وسبتها تصفى خالص على الفوطه وخلصتهم، ودخلت بقى عملت لي كده كوبايه شاي تعدل دماغي، عشان انا يعني بجد محتاجاها، مع اني شاربه قهوه الصبح، بس برضو قلت بقى ايه اعمل لي كده كوبايه شاي عادي لحد ما اعمل الغدا ولحد ما البنات يجوا واظبط كده الدنيا عندي. تمام. يعني انا لما بكون لوحدي في البيت بصوا بتشقلب كده في البيت كله، لما بيكون معايا العيال واحمد قاعد ممكن تلاقوني مروق كده على الوش بتاع مش عارفه ايه. فالتنظيفه دي ما بحبش اعملها لما اكون فعلا انا لوحدي في البيت. زي ما انتم شايفين كده البيت عليا، قعدت بقى كده رايح شويه على الكنبه زي ما انتم شايفين، وهناك بقى السفره
والكراسي والسجاد حطها على الركن هناك، وزقيت السفره من مكانها عشان خاطر ان انا امسح تحتيها، لان عايزه اقول لكم السفره دي دايما البنات يقعدوا كده يلعبوا عليها ويرسموا ويلونوا زي ما شفتوا كده في الاول لما شلت الالوان والكراريس والحاجات دي. فعايزه ابقى اجيب لهم بقى مشمع او حاجه كده فريش عليها حتى تحت الازاز، لان انا كل شويه الازاز ده بيقعد يتلمع ويتبهدل يتلمع ويتبهدل. قعدت بقى هنا على التليفون، مسكت التليفون شويه، قعدت اتكلم مع امي ونرغي شويه وبتاع مع كوبايه الشاي، وقلت لا قومي يا بت بقى، يلا قومي شوفي مصلحتك، قومي شوفي، عارفين انتوا في عبده، قومي يا بت شوفي نفسك. فقمت بقى كده اخلص حاجتي، انا قعدت كده شويه هديت ودخلت بقى على غرفه النوم بتاعتي. طبعا عايزه اقول لكم يعني انا لسه الحاجه ما جبتهاش، اللي هي السفره، قصدي التسريحه والجمود والحاجات دي كلها لسه كلها عند النجار بيظبطها لي. احتمال ان انا اعدل بس كده من شكلهم، لان بصراحه مش هعرف ان انا اغيرها دلوقتي. يعني انا واحمد كده لما اتكلمنا مع بعض والظروف اللي احنا فيها، لان عايزه اقول لكم لو احمد هيعمل العمليه عمليه مكلفه شويه، فقلت بقى بصراحه اجلت كل حاجه ان انا اعملها دلوقتي واكتفيت بصراحه. مش هكدب يعني، مش هضحك عليكم، الكومود انا قلت اشيل مثلا منه الاستانلس وادهنه شويه كده وارشه واعدل فيه، ويبقى برضو في نفس الوقت يعني ما كلفنيش وما جبتش حاجه جديده، وبرضو في نفس الوقت يعني اتدهنت وبقت شكلها حلو ولطيفه. وعارفين حتى برضو التسريحه بتاعتي نفس النظام. انا بس كل اللي ممكن اقدر ان انا اعمله اجيب بوفيه صغير كده اللي هو الباف الصغير دوت، او مرايه. حتى كمان باقي الاوضه عايزه تدهن، يعني زي ما انتم شايفين بصوا الخشب بتاع السرير متقشر ازاي، ده كده في باقي الجناب كلها. خلاص هحطه في الغساله وهفرش بقى دلوقتي ملايه حلوه كده او مرايه جميله، عشان لا يبقى كومودينو ولا تسريحه ولا فرش ولا اي حاجه، فلا هجملها كده بس بشكل حلو. وهدي برده الارض كده مسحه بالمساحه البوب بلاك الجديده. وانا طبعا لسه كنتوا عارفين ان انا كنت لسه مروقاها تنظيفه عميقه، وبصوا زي الفل، خليت الاوضه قشطه، ولكن برضه عيله عشان خاطر انا مش فرشه فيها سجاد. السجاد جه دلوقتي من الدراي كلين في المغسله مش شايف، فهفرشها. وادعوا لي بقى كده ان انا يعني الاوضه كده تجيلي وتفوق كده، لان عايزه اقول لكم ان انا عايزه ارتب حاجتي واحط حاجات في الادراج وفي الكومودينو والتسريحه، حاجتي كلها يعني متبهدله، والعيال بقى مش قادره اقول لكم مستفردين بحاجتي، مش قادره اقول لكم منين ما اخبيها ومنين ما اشيلها ومنين ما اقفل عليها، برضو نفس النظام. فطبعا احنا كلنا كنا بنات وكلنا كنا كده يعني عارفين، حتى هدومي والله، حتى هدومي كل حاجه مطلعينها وبيلبسوها ويلعبوا بيها، ومعرفش جانا تقعد تعمل نفسها شروق والرتال تعمل نفسها مش عارفه مين، فعارفين انتوا المسلسلات التركي دي. يلا المهم هنا بقى فرشت الملايه القمر دي جميله جدا بصراحه. عايزه اقول لكم احمد بيحب شكلها جدا، فانا قلت بقى افرشها النهارده واظبطها كده واروق عليهم. وحطيت كمان الكفر بتاع السرير عدلته كويس، وبدات بقى يلا دلوقتي افرش الاوضه. وبره عايزه اقول لكم ان انا النور قطع شويه في معايا هنا في الشقه والموبايل فصل، فعايزه اقول لكم الفتره دي رحت طالعه بره بقى، عملت الرخامه وفضيتها شويه في كوبايات وتبقى وحاجات مطرح الفطار، فجمعتهم كلهم وحطيتهم في الغساله. وكمان رصيت النيش بره، انا هوريكم دلوقتي النيش بعد ما رصيته. ما عرفتش بصراحه ان انا والله اجيب لكم اللقطه دي خالص، فقلت بقى يلا مش مشكله هوريه لكم دلوقتي. تمام. فده كده يا جماعه بالنسبه للاوضه، عشان بس ايه تبقوا عارفين الناس اللي مستنيه تغيير وبتاع حاجات في الاوضه. للاسف والله مش هقدر ان انا اعمل اي تغيير خالص فيها، ولكن غير بس الحاجات البسيطه هو اللي انا هقدر بس اعدل منها شويه، اللي انا يعني ادهن السرير كده من الجناب زي ما انتم شفتوا كده متقشر وحالته صعبه جدا. يعني انا ما بحبش ان انا اصور والله فيه او ابين اللقطات الحاجات اللي فيها دي المتخربشه. حتى الدولاب، حتى الظرف بتاعه الدولاب، انا يعني عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا ما كنتش اغيرها واشتري اوضه تانية مثلا، لا انا كنت هعمل ايه، الضرفتين اللي انتم شايفينهم بتوع الدولاب دول كنت هاخدهم واعدل من شكلهم، متجرحين فكده كده هيدهنوا، فقلت لا اعدل من شكلهم شويه وفي نفس الوقت يعني ما يبقاش ان انا كلفت نفسي قوي، فاهمين، بس مش اكتر. ده كده بقى كان شكل الاوضه، فرشتها وفرشت الملايه، لان انا همسحها دلوقتي بالمساحه زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم بقى ايه، يعني انا مش حاطه حاجه في الميه غير بس ايه اللوح اللي هو المسحوق بتاع المساحه، اللي هو بينظف معاك الفوط والارضيه وتخلي معاك الحاجه زي الفل. في لوح كده صغير بتبقى عامله زي المناديل بتدوب في الميه وتبقى مسحوق. بس المساحه في الاستخدام بصراحه ممتازه جدا، ولو حابه تشتريها سبت لكم اللينك في اول كومنت مثبت في الفيديو اللي فات. خلصت الاوضه وفرشتها، وقولوا لي ايه رايكم بقى في المفرش والجوفرتا دي، جوفرتا في الملايه القمرايه دي. وبس على كده ادخل بقى احضر الغدا. عايزه بقى لايكات كتير كتير كتير، لو وصلت لحد الدقيقه دي حطي على طول لاختك اللايك، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه في باقي الفيديو.
ايه خلاص كده. هقفل دي كمان. هنا بقى ايه، رصيت النيش خلاص خلصته. طبعا ما رضيتش بقى ان انا ايه اوريكم وانا برصه، عشان هو اصلا انا رصيته بسرعه يعني عارفين في ثانيه لثانيه، ولكن التفاصيل دي هوريها لكم بقى من على قريب. وعايزه اقول لكم ان انا مش بحب احط فيه مفارش، يعني النيش مش بفضل ان انا احط فيه مفارش خالص، بخليه بس كده زي ما انتم شايفين على الازاز. بفضل ان هو بشكله كده بيبقى احسن. النظافه والروقان والجمدان، لا بجد الرصه 100 100 اهو زي ما انتم شايفين. ده كده كان شكل الرص اللي انا رصيتها، حلو وهادي، مش حاسه بصراحه ان هو كده ايه زحمه. فقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات في رصته كده. عايزه اقول لكم كل حاجه بقت زي الفل وبتلمع ونضيفه و100 فل و10. بس بقى مش عارفه احط السفره هنا يعني جنب النيش ودي عشان لما اتكلم معاكم او اي حاجه. تمام، يلا بينا بقى نخلص كده دنيتنا قبل احمد ما يجي والبنات، وهيجوا جعانين جدا. انتوا عارفين البسين والتمرين والحاجات دي بيخلوهم يجوعوا قوي. فيلا هعمل اي حاجه كده معايا على السريع. بس الاول ايه، عشان انا ما مسحتش، همسح هنا بالمساحه الموب اللي عند البوفيه، لان انا ما مسحتش الناحيه دي خالص. بس كده اهي مساحه. يلا بينا. انا خسيت جدا، خسيت يا جدعان. زغرتولي مش مصدقه والله العظيم. انا من نوع لما باجي انزل بنزل بوشي وبنزل صوابعي. لما باجي اعرف مثلا ان انا خسيت او تخنت، من الدبله، من الخاتم، من عامه يعني ايه، من عند الاكتاف كده عارفين. فكلنا كده بنبقى عارفين بعضينا، فالحمد لله. والناس اللي بتقول لي في الكومنتات مبروك يا شروق على عمليه التكميم، الله يبارك فيكي يا حبيبتي، عقبالك ان شاء الله ما تعملي كده. يعني انا مش عايزه احطك في مكانه بصراحه، لان انا ما طلعتش قلت ان انا عملت عمليه تكميم، واللي بيقول حاجه على مزاجه بيخش ايه يكتب ويصدقها، فعادي مش مشكله بالنسبه لي. انا اهم حاجه عندي متابعين يا حبايبي اللي بيحبوني، اللي كانوا معايا لحظه بلحظه وقت عمليه المراره اللي انا شلتها في رمضان. وبعدين عايزه اقول لكم ان انا لو هعمل عمليه تكميم اروح اعملها في رمضان، يعني ان انا ما اصومش ولا اعمل اي حاجه خالص واروح اعمل عمليه تكميم في رمضان، بالعقل كده يعني عقلوها. فانا ما سبتش كل الايام، وكل الايام اللي قدامي فاضيه ما فيهاش حاجه واجي في شهر رمضان، الشهر الفضيل الواحد اللي يبصوا. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا بعيط بس كده بالدموع ان انا ما عرفتش اصوم ولا يوم في رمضان غير يوم واحد بس، هو اول يوم رمضان. وطبعا الناس اللي بتفكرني كل شويه يا شروق حاولي تصومي اثنين وخميس، الايام اللي بتبقى عليكي دي طول شهر رمضان، الفتره اللي انا كنت تعبانه فيها. فانا والله العظيم يعني انا بعمل كده الحمد لله، وبحسب الايام اللي عليا وبشوف برضو باقي قد ايه، فالحمد لله متابعه. ايوه كده ذكروني وفكروني، ربنا يا رب كده يديمكم نعمه في حياتي، ودايما معايا كده تنصحوني في الاحسن والاحسن ان شاء الله. يلا بينا بقى نكمل مع بعض. يلا ندي بقى الارضيه كده مسحه حلوه ونرتب بقى كده الدنيا. وعايزه اقول لكم انا السفره رجعتها هنا مكانها في جنب النيش وجنب البوفيه، قلت بقى يعني تغيير بس كده مش اكتر. وهمسح بقى كده وبعد كده ندخل نشوف هنعمل غدا ايه. طبعا زي ما قلت لكم، وزعفت الحيطان برده فوق النيش لان كان فيه كميه تراب كده مطرح الجبسون بورد من فوق بيبقى فيه برده شويه تراب، فجبتها كده بالزعافه. وبعد كده زي ما انتم شفتوا لمعت ورصيت النيش الحمد لله. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات في النيش والرصه بتاعته والروتين القوي اللي احنا بنعمله ده النهارده، لان كنت صاحيه نشيطه بقى وقلت النهارده اخلص كل حاجتي كل اللي ورايا وافضي كده بالي وافضي دنيتي. وكنت المكان اللي بخلصه وبطفي الاضاءه بتاعته وهدي الدنيا فيه عشان بس ايه يبقى في راحه كده نفسيه، واحس ان انا يعني شلت حاجه كده من عليا وخلصت كل اللي ورايا. خلاص كده خلصت خلاص. ده كده كان شكلها النهائي. عايزه اقول لكم يعني هو بعض ما تغيير شويه عارفين، يعني مش دايما حاجه ثابته ان انا افضل اخليها الشكل ده كده، ولكن احنا برضو بنغير. بس يلا بينا بقى نروح نحضر الاكل بسرعه، عشان عايزه اقول لكم خلاص البنات على وصول وهيجوا جعانين جدا، فيلا بينا. بس عايزه اقول لكم ان انا طافيه اصلا كل انوار الشقه، مش مخليه غير الليد اللي هو اللي قدام بتاع الطرقه دوت وبتاع النيش. ده كده كان شكله في الاخر. عايزه اقول لكم ان الكراسي محتاجه ان هي تتغسل برده غسله كويسه، ولكن انا كان في شركه ان انا اللي هما بيجوا ينظفوا المراتب وينظفوا السفره والقماش وكل الحاجات دي اللي بتبقى على المراتب برده، انا كنت طالباهم وكنت عامله حسابي ان حد يجي ينظفهم لي، ويعني يبقوا عارفين برده التنظيفه بتاعتي غير التنظيفه بتاعتهم نهائي. بتحس ان الحاجه بترجع معاكي اكنها انت لسه شارياها بالظبط من مكانها.
وان شاء الله برضو هبقى اتابع معاكم الفيديو دوت واصوره معاكم، بس هما يجوا وبعد كده ان شاء الله هبقى انزل معاكم الفيديو. تمام. دخلت بقى غيرت العبايه بتاعتي وريحت كده شويه، لان عايزه اقول لكم العبايه كانت كلها ميه وعارفين بقى عرق مطرح ما كنت بتحرك وبروح واجي. المهم كنت عايزه اصور معاكم باقي اليوم والاكل اللي انا عملتها النهارده. فعملت ايه بقى يا شروق؟ طلعت كيس سجق من الفريزر، العلبه اللي انا كنت شاريها من السوبر ماركت لما شاركت معاكم الفيديو دوت والحاجات اللي انا جبتها. فقلت اسهل حاجه بقى هعملها النهارده هو ان انا اعمل لهم كده شويه سجق وشويه مكرونه على طول، اسهل منها مفيش. قطعت كده معايا زي ما انتم شايفين على البلانشه بصل وفلفل الوان، فلفل اخضر اللي هو الرومي والاحمر، وحطيت قرن فلفل بس كده واحد عشان خاطر ما يبقاش سبايسي قوي على البنات. تمام. وهنا القوطه بقى دي عندي قطعتها عشان خاطر هعمل الصلصه بتاعه المكرونه. احسن حاجه والله العظيم عدت من على دماغي هو النيش، لان فعلا كان كله تراب ومتبهدل على الاخر زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. فكان لازم بقى ان النهارده ان انا اعمله بعد ما خلصت الاوضه بتاعتي واوضه البنات وحاجات في الريسبشن برضو عملتها. فكده الحمد لله كل حاجه يعني مش ناقصاني، غير بس الشركه هتيجي زي ما قلت لكم عشان تدي بس غسله حلوه كده للسفره، للقماش بتاع السفره الكراسي، لان هو متنجد. وكمان الركنه في حاجات بسيطه كده على الشلت، لان الشلت ما عليهاش سوست اللي هو مثلا ممكن تشيليها وتفكيها وتغسليها، لا خالص. هو بس المخدات بتاعتها هي اللي تتفك بالسوسته وتغسليها وتستعمليها عادي. تمام. فقلت بقى بالمره هخليهم هما ينضفوا ويظبطوا الدنيا معايا. هنا بقى حطيت الصلصه على النار، البصلايه. طبعا الصلصه بتاعت المكرونه احنا بنحبها بالبصل، ولكن في ناس كتير بتحب تعملها بالثوم. احنا بنحب طعم البصل فيها بيبقى مكرمل كده وتحس ان هي مسكره، غير طعم الثوم. بصراحه انا بحس ان الثوم ده بيتحط بس في الفته. تمام. طلعت بقى هنا عندي الطاسه الكبيره دي زي ما انتم شايفين، هعمل عليها السجق، والناحيه الثانيه كنت مولعه على الصلصه، حطيت فيها شويه كزبره جافه وشويه فلفل اسود وطبعا كمون وحبه ملح، وحطيت برضو رشه بسيطه كده من السكر عشان خاطر طبعا نسبه الحموضه بتاعتها. وهنا بقى حطيت شويه نسبه زيت كده بسيط. طبعا كده كده معايا السجق هينزل ماده دهنيه، فانا هكتفي بس كده بالشويه دول، ولو هيبقوا كتير ممكن انقصهم شويه. والخضار هنا معايا جنبي جاهز. وهنا بقى زي ما انتم شايفين وهو بيتشوح نزلت ب3 فصوص او 4 فصوص من الثوم، وهحط كمان رشه من الكزبره الجافه، بس الاتنين دول كده في الاول. شم بقى احلى سنفريات يعني سنفريات المطبخ. لا بجد الدنيا هتتقلب خالص معاكي، هتحس ان انت كده بصوا يعني مش محتاجه اي حاجه تانية خالص. بس حطيت الرشه من الكزبره والخضار عندي زي ما انتم شايفين. يلا هنزل عليه بالبصل كده الاول يدبل، لان اول حاجه بحب انزل عليها هو البصل في اي تتبيله بقى، في اي خضار في اي حاجه يدبل بس كده معايا، وبعدين هنزل بباقي الخضره معايا. الفلفل الالوان عايزه اقول لكم بيديله طعم حلو قوي، وكمان بيبقى شكله كده يفتح النفس. ولو حابه بقى تضيفي هنا معلقه من معجون صلصه حطي اللي انت عايزاه، بس انا بصراحه هكتفي بالطماطم معايا اللي انا مقطعاها، هي كده كده اصلا هتبك ميتها وهتحمر معايا السجق، وهو اصلا كمان يعني احمر جاهز على طول. تمام. بس كده ما تزوديش طبعا البهارات فيه علشان ما يبقاش فيه يعني حاجه حادقه او تضيع طعمه خالص. بس كده اخد وقته بقى على النار معايا، وهنقل كده العين الناحيه التانية عشان خاطر احط بقى هنا الميه غليت في الكتل لميه المكرونه. حطيت فيها رشه من الزيت ورشه كده برده من الملح عشان خاطر الزيت مكرونه ما تلزقش معايا. المكرونه طبعا السباكيتي احنا مش بنكسرها خالص، بنحب ناكلها كده زي ما انتم شايفين يعني وهي كده سليمه. بس اخر حاجه عملتها هي نزلت بالصلصه، بنحب ناكلها كده مع بعضها. في ناس بتحب تحط الصلصه على الوش والمكرونه تبقى بيضه، ولكن احنا بنحبها كده مع بعضيها. تمام. حسيت بقى ان يعني الزيت فيها كتير شويه، فطبعا نقصت من الطبق عشان برده ما يبقاش غلط ودسم كتير قوي علينا. ده كده بقى كان شكل اكلتنا النهارده، وده يومنا النهارده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، وربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. لايكات كتير او على فيديو النهارده، واسيبكم في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير باذن الله. مع الف سلامه.